السلام عليكم اعزائي المشاهدين. في هذه الحلقه غادي نهضروا على البطوله المغربيه الاحترافيه، البطوله برو موسم 2025 2026. غادي نتعرفوا مع بعضياتنا على جدول الترتيب، الفرق المتقدمه اللي في الوسط والفرق اللي في قاع الترتيب. غادي نتعرفوا على احسن الهدافين في البطوله وعدد الاهداف اللي ماركاو. غادي نتعرفوا على احسن صانعين اللعب في البطوله وعدد التمريرات الحاسمه. غادي نعرفوا المقابلات الجايه في البطوله اللي غادي تلعب هذا الويكاند، زائد المباريات المتاجله. بطبيعه الحال كاين شي فرق كيلعبوا في دوري ابطال افريقيا عندهم ماتشات متاخره. غادي نبداو بترتيب الفرق. الفريق اللي محتل المرتبه الاولى في الدوري المغربي هو المغرب الفاسي ب20 نقطة، كيتبعو فريق الوداد الرياضي ب20 نقطة حتى هو، لكن الوداد عنده جوج مباريات ناقصة. الثالث في الترتيب الرجاء البيضاوي ب19 نقطة وعنده مباراة ناقصة. في المرتبة الرابعة الجيش الملكي ب18 نقطة وعنده جوج مقابلات ناقصين. في المرتبة الخامسة النادي المكناسي الكوديم ب16 نقطة، لعب 10 المقابلات ما عنده حتى مقابلة ناقصة. في المرتبة السادسة الدفاع الحسني الجديدي ب13 نقطة، تا هو لعب 10 الماتشات ما عنده حتى ماتش ناقص. في المرتبة السابعة اتحاد طنجة لعب 10 الماتشات عنده 12 نقطة. في المرتبة الثامنة نهضة بركان عنده 11 نقطة، لعب 6 المقابلات، يعني انه عنده 4 الماتشات مؤجلة مازال ما لعبهاش، و6 ديال النقاط إلى فاز في هذه 4 المقابلات أو حقق 3 انتصارات وتعادل يمكن له يصعد بسرعة للمراكز المتقدمة. في المرتبة التاسعة أولمبيك تشيرا ب11 نقطة، لعب 9 المقابلة وعنده ماتش واحد ناقص. في المرتبة العاشرة حسنية أكادير، تا هو عنده ماتش ناقص 10 النقاط. في المرتبة 11 الكوكب المراكشي، تا هو عنده مقابلة ناقصة 8 ديال النقاط. وفي المركز الثاني عشر نهضة الزمامرة ب8 ديال النقاط وعنده مقابلة ناقصة. في المرتبة 13 اتحاد توارقة الرياضي، لعب 10 المقابلات كاملين، ملك التعادلات ب7 ديال التعادلات وعنده 7 ديال النقاط. الفتح الرياضي في المركز الرابع عشر، لعب 9 المقابلة وعنده 7 ديال النقاط. أما في المركز 15 اتحاد يعقوب المنصور، لعب 10 المقابلات عنده 6 نقاط فقط. وأولمبيك أسفي في المركز السادس عشر عنده 2 المقابلات مؤجلة و5 ديال النقاط. أولمبيك أسفي رغم أنه كنشوفوه في البطولة هو اللي متدني الترتيب، لكن في كأس أبطال إفريقيا تيقدم مستويات كبيرة، ويقدر فاش يرجع يركز على المباريات ديالو في البطولة يقدر يتقدم بضع مراكز، لأنه عنده كما قلنا 2 المقابلات ناقصين. مقابلات غادي يتلعبوا في هذه الجولة اللي جاية 11 غادي تبدل فيهم الترتيب، خصوصا على بان المواجهه ما بين الفرق ما كاينش بزاف ديال النقاط اللي متباعدين، مازال قدامهم العديد من المقابلات. وبهذا نكونوا شفنا الترتيب ديال الفرق كاملين ديال البطوله. كنظن على بان البطوله هذا العام غادي تكون سخونه، وصراحه راه سخونه وماتشات قاصحين، وحتى الماتشات اللي غادي يتلعبوا هذا الويكاند غادي يكونوا ماتشات قاصحين حتى هما. ندوزو دابا نتعرفوا على احسن الهدافين في البطوله برو ديال هذا العام. نبداو بلاعب المغرب الفاسي سفيان بن جديه ب9 الهدف، وتيقدم بطوله في المستوى، ونتمنى تكون الاستمراريه. في المركز الثاني يونس الدحماني ب5 ديال الاهداف. في المركز الثالث محمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي. بطبيعه الحال كنت قلت لكم على بان اللاعب حريمات لاعب كبير في المستوى وكيقدم مستويات كبيره، وكاينين لاعبين كذلك في البطوله ولاعبين مغاربه
تقريبا في جميع انحاء العالم. في اي دوريات راه كيقدموا مستويات كبيره. نتمنى على بان تكون عندهم الفرصه شي نهار ويمثلوا الفريق الوطني. نتمنى كيف ما قلت في الفيديو اللي داز على بان السياسات تبدل ويوليو يعيطوا بزاف اللاعبين د البطوله واللاعبين المحترفين في الدول العربيه. نشوفوا دابا شكون هما احسن صانعين الالعاب عندنا في البطوله. المرتبه الاولى عندنا محمد مفيد ب4 ديال التمريرات حاسمه، وفي المرتبه الثانيه عندنا اشرف حرماج ب3 ديال التمريرات حاسمه، وبعض اللاعبين اللي كانوا عندهم غير 2 تمريرات حاسمه كآيت ابراهيم، كحمزه الموساوي، كزين الدين مشاش، وكنور الدين امرابط واخرون. ولكن انا تنشوف صراحه على بان ما عندناش شي صانع العاب رقيقي في البطوله. ما عندناش شي لاعب اللي عنده مثلا 6 ديال التمريرات حاسمه او 7 ديال التمريرات حاسمه. ندوزو دابا للمقابلات اللي غادي يتلعبوا في هذا الويكاند. نهار السبت 7 فبراير 2026 اولمبيك تشيرا ضد الفتح الرباطي مع 4 د العشيه، اتحاد توارقه ضد حسنيه اكادير مع 6 د العشيه. نهار الحد 8 فبراير 2026 غادي يكون ماتش مع 4 د العشيه نهضة الزمامره مع اتحاد طنجه، والماتش ديال 6 د العشيه النادي المكناسي والرجاء البيضاوي. ماتش غادي يكون كبير، ماتش كيلعبوا فيه 2 ديال الفرق اللي كيتواجدوا في اوائل جدول الترتيب. ماتش ما غاديش يكون سهل بالنسبه للفريقين بجوج، وغادي تكون متعه كرويه وغادي يستمتعوا الجماهير بجوج، لا النادي المكناسي ولا الرجاء البيضاوي. وتنعرفوا على بان هاد الفريقين بجوج عندهم جماهير كبيره وعشاق اللي تعشقوا هاد الفريقين. اذا غادي تكون مقابله على ارضيه الملعب، مقابله شيقه، مدرجات في الملعب غادي تكون حتى هي عامره وغادي تكون مشوقه. نشوفوا دابا المباريات المؤجله ديال الجوله 11. اتحاد يعقوب المنصور ضد الرجاء البيضاوي، اولمبيك اسفي مازال ما تحددش الى يومنا هذا. حتى المقابلات اللي غادي يتلعبوا هذا الويكاند هذا حتى هما غادي يقلبوا الموازين ديال جدول الترتيب. كيف ما قلت لكم هذا العام البطوله تتبان على بانها شيقه. كاولمبيك اسفي كيتواجد في اخر جدول الترتيب، لكن في كاس ابطال افريقيا تيقدم مستويات كبيره. فاش غيرجع للبطوله ويركز مع البطوله غادي نشوفوا ماتشات في المستوى، تغيير في الجدول، وغادي نتابعوا هذا الشيء هذا مع بعضياتنا ان شاء الله. بهذا نكون ساليت الحلقه. كان معكم عثمان، دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله.